هلا بنات، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير. والله مشتاقة لكم هواي هواي، وأدري تأخرت عليكم بس والله مو بيدي. يعني كنت هواي تعبانة والحمد لله والشكر هسه صرت أحسن. وصورت لكم هواي فيديوهات حلوة ومفيدة، متأكدة هواي راح تعجبكم. بالنسبة لفيديو اليوم عن النظافة الشخصية وشون أكون مرتبة ونظيفة وريحتي حلوة طول اليوم وطول الوقت، فتابعوا الفيديو لأنه هواي بيه تفاصيل حلوة ودقيقة، يمكن تكونين غافلة عن شغلة معينة، فتابعي الفيديو. خلونا نتفق بالبداية على الشغلة الأساسية للنظافة الشخصية، وهي السباحة أو الشاور. يعني هذا فد شي أساسي بالنظافة الشخصية. يعني فد شغلة جدا بسيطة وخطوة بسيطة وما تكلفك أي شي غير الليفة والصابون. مو شرط الشاور جل، تقدرين تستخدمين أي نوعية صابون متوفرة عندك، صابون الرقي أو الغار نسميه، صابون الدوف تخبل، أو إذا تحبين الشاور جل احنا للسهولة نستخدم الشاور جل، وحتى للي جسمها جاف ينطي ترطيب شوية أقوى وأعلى من الصابون. والليفة تكون الليفة اللي مثل الشيف، طبعا تكون هاي أفضل وأسهل يعني بالاستخدام، أو أي ليفة متوفرة عندك. فأول شي الليفة والصابون بالاستحمام ضروري. وبالنسبة للشعر تستخدمين أي شامبو أنتي معتمدته، ولأنه هسه شتا يفضل أنه تغسلين شعرك مرتين فقط بالأسبوع. وبالنسبة للجسم يفضل يوميا، لأنه تعرفون إحنا نتحرك وشغل وطبخ وما أعرف إيش، فالأفضل أنه تاخذين شاور بسيط، حمام دافي للجسم قبل النوم. هذا يخليك فريش وتنامين براحة وهدوء وريلاكس، وهميا انت تحسين براحة نفسية من تحسين نفسك نظيفة، لابسة بيجامة نظيفة ومعطرة روحك ونايمة، فهذا ينطي احساس جدا رائع. واكيد بعد الشاور لازم نستخدم اي لوشن او كريم مرطب للجسم. تعرفون هسه شتا وبشرتنا جافة، فبالنسبة للبنات الغير متزوجات يستخدمون لوشن، اي لوشن عادي. اذا حبيتوا لوشن بيه ريحة مثل نيفيا براحتكم، او هذا يوسيرين هذا بدون ريحة. وبالنسبة للمتزوجات طبعا ضروري تستخدمون شغلة حلوة وزينة وريحتها طيبة. هذا عندي بودي ميست او البودي سبراي من فيكتوريا سيكريت، روعة ريحته هو واللوشن مالته. او اي كريم مرطب طبعا تستخدمون، وبعدين ترشون العطر على كامل الجسم. ضروري الكريم قبل العطر لانه يثبت العطر على الجسم فترة اطول. هاي بالنسبة للشاور والشغلات اللي نستخدمها بعد الشاور. وبالنسبة للبشرة بنات ضروري يوميا تغسلين وجهك مرة أو مرتين بأي غسول أو أي صابون أنت معتمدته. إذا بشرتك جافة مثلي استخدمي مرة باليوم. بس الصبح أنا أستخدم هذا الغسول من أولي، جدا روعة. وبالنسبة للبشرة الدهنية أكيد تغسل وجهها مرتين باليوم حتى تحافظ على بشرتها نظيفة من الدهون والزيوت. طبعا ما راح أتكلم عن العناية ما بعد غسل البشرة لأنه هذا فد شي اختياري. بعدين نجي للأسنان والعناية بالفم بصورة عامة. شنو نحتاج؟ نحتاج أكيد فرشة الأسنان ومعجون الأسنان، بغض النظر عن نوعية المعجون. طبعا بنات بعد ما خلصنا تفريش الأسنان ننظف اللسان همين، لأن اللسان همه يتكون عليه بكتيريا، والبكتيريا تسبب رائحة مو حلوة. بعدين بعد ما فرشنا وخلصنا راح نستخدم الخيط لتنظيف ما بين الأسنان، وهاي الخطوة بنات مهمة بشكل يعني ما تصورون ايش قد مهمة وايش قد تأثر على رائحة الفم، لأنه يبقى أكل بين الأسنان، فهو هذا يسبب رائحة وحتى يسبب تسوس أصلا بالأسنان. فيا أما تستخدمون هذا النوع أو تستخدمون هاي النوعية اللي تكون بهالشكل هذا، يعني بيها اليد مالتها تستخدميها بكل سهولة لتنظيف الأسنان. فحسب انتو الخيار لكم، يا اما الخيط او هذا النوع الثاني. بعدها آخر خطوة بتنظيف الأسنان والفم راح نستخدم غسول الفم. هاي النوعية اللي أستخدمها من كريست، هاي بالأخص يعني تركز على التسوس وتحمي السن من التسوس ومن الكافيتي.
عندي نوعية ثانية بس هسه مخلصة المكتوب عليها 3D وايت، هذيك مختصة بالتبييض وهمينة تحمي الأسنان يعني من التسوس والبكتيريا. فإذا ما كان عندك متوفر غسول الفم، تقدرين انتي تسوين غسول فم منعش وروعة. تاخذين كم حبة قرنفل وكم حبة هيل، تفوريهم، تتركيهم بعدين 10 دقايق على ما يدفى، وتاخذين شوية وتتمضمضين بيه مرتين أو 3 مرات باليوم. هذا ينطيك انتعاش ويخلي ريحة الفم حلوة، وحتى يحافظ على الأسنان واللثة من الالتهاب. يعني اختيار جدا بسيط وحلو وما يكلفك أي شي إذا ما قدرتي تشترين غسول الفم. بس بنات حبيت أنبهكم إنه أنا ما جاي يعني أتكلم عن العناية بالخطوات، لأ، وإنما جاي أتكلم عن العناية بصورة عامة بكامل الجسم، من ناحية الشعر، البشرة، الإيد، المناطق الحساسة، الجسم يعني وهكذا. بس مو بالخطوات، لأنه يعني ما تحتاج خطوات، أنت حسب شلون ترتبيها بكيفك. بس المهم الطريقة شلون تعتنين، شنو تستخدمين. بالنسبة للجسم بنات ضروري هم تزيلون شعر الجسم بأي طريقة انتي معتمدتها، سواء الشفرة، مكينة، الشيرة، الواكس. هاي الشيرة راح أخليلكم رابط الفيديو اللي أنا مصورته عن طريقة عمل الشيرة بصندوق الوصف. وهمي أنا هواي بنات طلبوا من عندي سوينا الشيرة أم الوصلة، فإن شاء الله راح ألبي طلبكم. وإذا فعلا حابين هذا الفيديو همينة اكتبولي بالتعليقات حتى أشوف كمية البنات اللي رايدين هذا الفيديو. فهاي الشيرة هواية ناجحة، هواي جربوها بنات ودائما أتكلم عنها، روعة، وتبقى عندك أشهر لا تصير يابسة، سواء بفصل الصيف أو فصل الشتاء، بس مجرد إنه تتبعين الخطوات وتحتفظين بيها بالثلاجة. وأكيد بنات ضروري نستخدم الفوطة الصحية حتى تحمي الملابس الداخلية من الإفرازات، وتبقى الملابس الداخلية على طول نظيفة. يعني ما تحتاجين إنه تغيرين الملابس الداخلية عند كل استخدام أو عند كل حمام، مجرد إنه تغيرين هاي الفوطة الصحية يعني جدا بسيطة وسهلة ومريحة. وهم لازم ضروري بنات إنه تكون الملابس الداخلية قطنية، أصح يعني تمنع الالتهاب وتمنع الحكة، وهو هذا يعني فد شي جدا ضروري إنه تكون قطنية. وبالنسبة للمناطق الحساسة إن شاء الله هم راح أسوي فيديو كامل ومفصل عن طريقة العناية والتبييض وشون إزالة الشعر من المناطق الحساسة بفيديو خاص. وأكيد بنات المنطقة تحت الإبط لازم نستخدم معطر الإبط، أي نوعية أنت تحبيها معتمدتها، الشيب أو من هاي المعطرات العادية. المهم إنه بعد الاستحمام ضروري إنه تستخدمين معطر تحت الإبط حتى يحافظ على المنطقة من التعرق وريحتها حلوة. إذا تعبتي، اشتغلتي، طلعتي، ما ينفع إنه تستخدمين معطر على جسم مو نظيف أو ما ماخذة شاور، بالعكس راح تطلع ريحة أبد مو حلوة. نرجع للمناطق الحساسة، نسيت أذكر إنه بالنسبة للمتزوجات يستخدمون غسول خاص بهاي المنطقة، أو نوعية صابون خاص بهاي المنطقة بالتحديد، مثل صابون الرقي أو الغار. هذا ما بيه أي مواد كيميائية، وأهلنا يعني ما شاء الله صار لهم سنين يستخدموه، يعني لا يسبب التهاب ولا حكة ولا أي شي. بالنسبة للغسول الخاص بالمناطق الحساسة يفضل إنه تستخدميه مرة بالأسبوع، مرة أو مرة كل أسبوعين. مرة بالأسبوع زين، حتى يعني كثرة استخدامه هم يعني مو زينة. الأفضل إنه تستخدمين صابون مخصص لهاي المنطقة، مثل صابون الغار أو الصابون الرقي إحنا نقول. وبعدين نجي للأظافر، طبعا ضروري إنه تكون مرتبة، مقلمتها، شايلة الجلد الميت اللي يكون حول الأظفار. مو شرط إنه تستخدمين صبغ الأظافر، هذا فد شي اختياري بس، لكن إنه مثلا إذا بيها صبغ أظافرك يعني باقي على النص، لو وقع من عنده لو شي، الأفضل إنه تشيلينه بالأسيتون حتى تحافظين على منظر أظافرك حلو، حتى لو ما بيها صبغ، بس مجرد إنه شكل أظافرك مرتب حلو نظيف ما بيها شغلات زايدة، فهذا جدا كافي.
والأقدام بنات ضروري لا تنسون عند كل شاور لازم نستخدم الخشبة حتى ننظف كعب القدم من الجلد الزايد، تبقى يعني يبقى كعب القدم ناعم بدون تشقق. وضروري هميًا بعد نستخدم أي يعني كريم خاص بالأقدام، الأفضل إنه كريم خاص بالأقدام لإنه كريمات الأقدام تكون يعني يكون ترطيبها عالي. إذا ما عندِك كريم خاص بالأقدام استخدمي الفازلين، ماكو أروع منه لهاي المنطقة. وأكيد لإنه شتا وباردة القدم بسرعة تجف، فضروري إنه تلبسين جوارب حتى تحافظين على ترطيب الأقدام ناعمة وحلوة. هذا النوع هواية أحبه بالشتا اللي شوية يكون طويل لإنه يدفي الرجل، أنا من النوع هواي رجليّ تبرد فأحب هاي النوع شوية تكون طويلة، أدهن يعني أقدامي وألبس هاي الجوارب. فهمينه ضروري إنه تحافظون على ترطيب أقدامكم، وهم الأظافر طبعًا مرتبة مو شرط صبغ، بس مجرد مرتبة مقلمتها شكلها حلو. فبس وهذا كان الفيديو لليوم، إن شاء الله بنات حبيتوه، إن شاء الله استفاديتوا من الخطوات، وصدقوني الخطوات بسيطة وما تاخذ من عندكم وقت، وإذا تعودتوا عليها مستحيل راح تقدرون تتركون أي خطوة أو أي عادة من هاي العادات اللي تخليج دائمًا مرتبة ونظيفة وريحتج حلوة وتعط طول اليوم وطول الوقت. وأكيد ماكو فايدة من الحمرة والكحلة ولبس البراندات والعطور الغالية إذا ما كان أكو نظافة شخصية، لأنه النظافة الشخصية هي الأساس من الألف للياء، وهي اللي تنطيك الثقة بالنفس وتنطيك الإحساس بالأنوثة. انتظروني على الفيديوهات الجاية، أحبكم هواي، باي باي.